اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض تفريزات الشهر الكريم. طبعا دي سلسلة لازم نكملها كلها، واللي نقدر عليه نعمله، حتى لو حاجة بسيطة تفرحي ولادك وتحسسيهم ان رمضان ده شهر الهنا والسعادة والخير كله. طبعا بنحب كلنا العصاير في رمضان، دي حاجة يعني مقدسة عندنا، او حاجة يعني لازم تكون موجودة على سفرتنا او الطبلية بتاعتنا. زي ايام زمان لازم درق العصير يبقى جنبنا كده طول ما احنا صايمين، واول حاجة ما نبدأ بيها هي العصير. طبعا لازم نعمل عصاير بقى الفريش الجميلة اللذيذة كده، اللي لازم تكون يعني فيها قيمة غذائية برضو تفيد ولادنا، بما ان الايام ديت يعني ايام صعبة واحنا لسه في فترة المدارس، فلازم نعوضهم. طبعا حبايبنا اللي بيبقوا صايمين طول النهار لازم نعوضهم بحاجات تكون فيها فايدة وفيها قيمة غذائية كبيرة، واولها الجزر والبرتقان. الجزر والبرتقان ده فيهم قيمة غذائية فظيعة جدا جدا. طبعا البرتقان غني يعني عن التعريف ان هو فيتامين سي، والجزر يعني فيه فيتامينات برضو جميلة ولذيذة، وولادنا يعني من الحاجة الصعبة اللي هم بياكلوها، فطبعا هندخلها لهم في حاجات ووصفات حلوة يكونوا مش عارفين ان هو فيها ايه، وبرضو تكون لذيذة وطعمها حلو. انا قطعت يعني حوالي كيلو ونص كيلو من الجزر، قطعتهم شرايح كده وحطيت عليهم كوباية من السكر، وحوالي 4 كوبايات من المية. يعني غطيت الجزر كده وحطيته على النار. السكر حطيت ليه دعاء علشان العصير بتاعي انا هعينه يعني بالسكر بتاعه، مش هضيف اي سكر تاني وانا بعمل العصير بقى، او ان انا لما اجي اطلع العصير بتاعي. انا معايا حوالي 4 كيلو من البرتقان. كمية الجزر وكمية البرتقان دي طبعا على حسب ما انت حبتي ان انت تعملي او تخزني في بيتك. انت مثلا بتحبي ان انت تخزني كميات كبيرة، او على حسب الافراد بتاعتك او اسرتك، او على حسب المكان الموجود عندك، يعني له مساحة كبيرة في تلاجتك او الفريزر بتاعك، فبتخزني كميات اكبر. طبعا احنا داخلين على موسم الصيف، فبنحب ان احنا نخزن الحاجات ديت. طبعا هيجي علينا الصيف، وطبعا بيبقى البرتقان مش موجود بكثرة زي الايام دي. ممكن تخزني وتكتري في الكمية وتعمليها، طبعا هيبقى موفر معاكي، وعصير هيبقى فريش وجميل جدا ولذيذ. انا جبت العصارة بتاعتي بالكهرباء، بصراحة بدراعي كان وجعني، كنت عايزة اعمل على العصارة بتاعتي اللي هي اليدوي، بس انا بقى استسهلت ان انا اعمل في العصارة بالكهرباء. بصراحة انجزت معايا وما ضيعتش وقتي، وعملت العصير بتاعي في ثواني. الجزر وهو على النار كده ما اخدش معايا وقت خالص، يعني على بال ما انا ما عصرت البرتقان كان الجزر بتاعي، انا يعني حسيت ان هو محتاج شويه كده على النار، فسيبته حوالي دقيقتين كمان وكده تمام. المهم انت بقى بعد ما يتسلق الجزر بتاعك ما تسيبوه، يعني ما تسيبيه يبرد شويه علشان طبعا الخلاط، ويبقى ياخد وقته على ما يبرد براحته. انا بصراحه كنت مستعجله فسبته حوالي يعني 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، فرحت ضرباه كده في الكبه بتاعتي لحد ما ناعم معايا خالص، مش محتاجه اي مصفى ولا اي حاجه. الجزر بتاعي ما شاء الله اتعصر كويس او اتهرس كويس، فكده يبقى تمام معايا. العصير بتاعي ما شاء الله 4 كيلو، عملوا كمية محترمة جدا في العصير. شايفين العصير ريحته وجماله. البرتقان ده برتقان بلدي، البرتقان البلدي متوفر بكثرة كبيرة جدا الأيام دي، ممكن تستغليه بقى وتخزنيه لموسم الصيف كله وتعمليه، بيبقى جميل جدا. كمية الجزر بقى مش هتبان معاكي خالص مع العصير، يعني هتدوق طعم العصير بقى كده مع البرتقان، حاجة كده في منتهى الجمال. وحطيت يا حبايبي كوباية من السكر، عشان ما انساش اقول لكم على العصير برتقان قبل ما اضيف الجزر. طبعا كده يبقى انا حطيت كوبايتين كبار من السكر على الجزر وعلى البرتقان، ويبقى كده العصير بتاعي سكره مظبوط وتمام. طعم البرتقان يعني مغطي على الجزر خالص، ولادك مش هيعرفوا ان انت عامله جزر في العصير خالص، ومديكي لون وقوام جميل جدا. يعني ممكن تكتري الكميه وتعمليها معاكي في الفريزر، هتنفعك طول الشهر، طول شهر رمضان وطول الصيف كله. زي ما انتم شايفين كده انا هعبيهم كده في اكياس من اللي هي بتاعه التلاجة العاديه خالص، اللي هي متوفره عندنا في السوبر ماركت او المحلات موجوده جنبنا. فانت هتجيبي لك كده حبه حلوين، هتعيني بقى كل الحاجات اللي انت عايزه تخزنيها في التلاجة، او هتوفر معاكي وقت ومجهود طول الشهر الكريم. معايا كده الفراوله، انا بجد ما كنتش عايزه اجيب فراوله خاص لان ولادي ما بياكلوهاش، فعندهم حساسيه منها، فانا حبيت ان انا اعملها برضك معاكم، عشان لربما حد من متابعيني او مشاهديني ان هم عايزين يخزنوا الفراوله ومش عارفين هيخزنوها ازاي.
الفراولة ليها مادة حافظة، وهي ايه هي المادة الحافظة؟ اللي هي السكر. وطبعا لازم الفراولة بقى كده معاها حاجة برضو تزود القيمة الغذائية بتاعتها. الفراولة برضو فيها فيتامينات، وهي الفيتامين سي جميلة جدا ورهيبة لولادنا برضو وحلوة. ممكن تحطي بقى معاها شوية من البنجر. البنجر فيه حديد، يعني هتديهم قيمة عالية وغذائية جدا لولادك. يعني هيبقوا مبسوطين جدا من العصير الفريش الجميلة، احلى من المعلبة اللي احنا مش عارفين مصدرها ولا ايه. انا كنت من الناس اللي انا كنت بجيب برضو كل الحاجات المعلبة، بس بجد يعني ندمت كتير ان انا ما يعني ما بقى انا بخزنها، بس طبعا ما بيبقى الموسم بتاعها موجود. طبعا نستغل بقى الوقت ونخزن الحاجات اللي موجودة دلوقتي ونعينها في التلاجة لوقت احنا مش موجود فيها، نطلعها ونعملها على طول. وطبعا الكميات دي على حسب ما انت محتاجة، او على حسب افراد عيلتك ان انت عايزة تعملي قد ايه. فانا على حسب، مثلا انا مثلا كل ما انزل السوق هجيب كيلو 2 كيلو من البرتقان او الجزر او الفراولة، واخزنهم كده في التلاجة. يعني مرة على مرة مش هحس ان انا جبت حاجة، او مش هتكلفني كتير، وهبقى كده عملت اللي انا عايزاه، او وفرت حاجات كتيرة في بيتي، ومليت بيتي كله خير وبركة. زي ما انتوا شايفين كده عملنا البرتقال وعملنا الفراولة. نيجي بقى للموز اللي بيجي في الصيف بقى، وبنبقى نفسنا بقى في شوية عصير موز بقى باللبن كده، يعني يطروا على قلبنا طول الصيف. نجيب بقى الموز بقى. الموز بقى طبعا بيبقى فيه مادة أكسدة، يعني زيه زي التفاح. اول ما بتقطعيه بتلاقيه بيدي لون غامق كده وبيسمر، وزي البتنجان اول ما تقطعيه برضك بيغمق. ده بيبقى فيه مادة اكسدة، فبيتأكسد معاكي على طول، فبتحس ان لونه اتغير وما بيبقاش بايظ ولا حاجة. بس طبعا لازم نحفظه بحاجة كده ما يبقاش لونه يتغير معايا، حتى لو فضل معايا فترة طويلة جدا في الفريزر. وايه هي بقى هتشوفوها معايا دلوقتي. بعد ما نقطع الموز بتاعنا هنقطعه كده بالسريع، يعني ما تاخديش وقت في التقطيع، اي تقطيعه انت عايزاها بس في السريع. معايا ليمون، ده الماده الحافظه بتاعته، او مش هتخليه يغير لونه خالص. يعني انا كنت عايزه اوريكم بجد لونه ما اتغيرش خالص بعد ما سبته يوم كامل في الفريزر. لونه ما اتغيرش، يعني كده هتطلعيه مش هياخد معاكي لون غامق ولا اي حاجه، او هيبقى شكله مش ظريف معاكي. كده تمام معايا. شكل الموز بتاعي جميل جدا بعد ما اتحط في الفريزر وتخزن. يعني ما تخافيش خالص ان الموز هيسود معاكي، من الليمون هو اللي هيحافظ عليه. هنجيب بقى الاطباق بتاعتنا، نعينها كده في التلاجة زي ما انتوا شايفين كده، على حسب برضو افراد عيلتك ان انت عايزه مثلا تعيني كميه اكبر في الطبق، او تيجي عبي كميه اقل، على حسب بقى ما انت عايزه. انا مثلا هعمل كذا صنف من العصير، فما يكترش في الكميات اللي انا هعينها. يعني الطبق زي ما انتوا شايفين كده، مثلا من كل نوع هطلع هعمل كوبايتين او كاسين 2، فيبقى استكفى بالطبق الصغير ده. يعني هيبقى كذا طعم او كذا شكل معايا في